في السر والجهر يكون مقتداه والذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للطعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد صرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منن وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريا عجما يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من استفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم وليكشفا ليل الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير الجيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهري ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على بهم والآل وصحبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختبار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاء ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاء ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكفي عنا الحين يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نال الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من علا عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي الثقات وكل من خدمني أو زار فنجه واغفر له أو زار وكل من أحبني أو مال إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بي فليقلب قلبه يا ربي ولتكفيني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا رب أمين ولتكفيني أسى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيول صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء والتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أسى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا حيث يسير ولتصرفا جملة ما يسل عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إسير
ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلي من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامنن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا المعجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفيه عن نكدي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل شي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فلمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفل وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصر وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حط يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل وصحبه وشهر رجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيز فلتجمعا بيني هنا وبين ما يعوقني إليك حيث فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علم وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسن أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل
وأنت حسبي فلا أميل. يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أكابد. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أكابد. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أحاسد. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أقاطع. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أكابد. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أنازع. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. مولاي أنت ذو العطايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبقي هداك. لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل. يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا بر أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أنازع. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. مولاي أنت ذو العطايا مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل. يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع. لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل. يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب. يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا بر أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت الذي تولي محبيك هدى وأنت حسبي فلا أبقي سواك. فاحمي حماية ليكن حسنا حسنا كل زناب وثر كل حين والتكفيني يا ذا البقاء والقدم. أثى الذي مشى إلي بالقدم. وشر من يركب سر سلاحي وشر ما يطير سر جناحي وشر من يجلس بالكلام وشر سي ضلع وسي قيام وشر من ينفس في العقود وشر ساحر وسي جحود. بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافذا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلم. بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله في العلا. ونجني من شر ساكني البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحين. ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جاني. ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسود النية وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد. وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال. وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل. وذكي لبي وافتحا ربي يا فتحا مبينا لا يرى لمثلها. وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا. وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين. ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان. ولي في الدارين كن معاذا وفيهما لي لا تزل ملاذا. وصفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وحبا. وكن ولي في الحياة ولدى موتي وفي القبر وفي الحشر غدا.
ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافسا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى العدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص وتكفيني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سلعتا يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفيني جملة ما يقبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تواب واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوام ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى دفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميعا ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أديب الحلال في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماحي السني ولتحم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر
يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخراي ففيهما عن الصرف الرسايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليها حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.